بحب قوي لما افتح الموبايل وما اضطرش ان في كل مرة اكتب باسورد. لما اجي سيرش على جوجل والاقيه بيقترح عليا كل اللي ممكن اكتبه. لما اكون بفكر في حل مشكلة او كتابة كود والاقي حد بيساعدني ان اكتبه بشكل كويس لمجرد ان افهمه انا محتاج ايه، والاقيه في ثواني كتب لي الكود اللي كان ممكن ياخد مني وقت اكبر وتفكير اطول. لما اكون بتكلم مع صاحبي عن الحاجة اللي نفسي اشتريها وفجأة تظهر قدامي. الحقيقة احنا دلوقتي ما عدناش مضطرين اننا ننزل نقف في الشارع ونطلب تاكسي ولا نطبخ ولا ننظف ولا نشتغل ولا نتعلم حتى. بس هل فكرت في يوم بقى ان كل التكنولوجي دي ممكن تفكر تقتلك؟ الميزة اللي بتساعدك تفتح موبايلك بوشك دلوقتي بقت على ماشين جن ذاتي التعلم من تصنيع شركة كلاشينكوف. ده فيديو نشروه عن ازاي السلاح ده بيقدر يتعرف على الاشياء ويضرب عليها نار. وقصدي هنا بالاشياء مش بس مجرد الجنود، ممكن الاطفال، ممكن الستات او المسنين اللي ملهمش اي دخل في قرارات الحرب. من شوية قلت لك ان السلاح ده ذاتي التعلم. يعني ايه؟ في حاجة اسمها اوبجكت ديتكشن. يعني ايه اوبجكت ديتكشن؟ احنا عايزين نعمل موديل يقدر يتعرف على الاوبجكتس او الاشياء، يعني مثلا يتعرف على الرجاله، يتعرف على الستات، يتعرف على ساعات مثلا في صوره معينه، او يتعرف على اي اوبجكت ايا كان الاوبجكت ده ايه. عن طريق ان احنا بندربه على ملايين الصور. ملايين الصور دي بتكون الاوبجكت اللي احنا عايزين الموديل ده يقدر يتعرف عليه. ممكن نديله صور مثلا لقطط كتيره جدا، فبالتالي الموديل ده بيقدر يتعرف على شكل اي قطه في اي صوره او في اي فيديو. اديله صور كتير جدا لاشخاص مختلفين في الجنسيه، في البشره، في الشكل. اديله صور كتير قوي لاشخاص هيقدر يديتكت صوره اي شخص في الفيديو او في الايمج. بعد ما الموديل ده يبقى جاهز بعد كده بيقدر ان هو يتعلم باستمرار لوحده. دي حاجه بنسميها اونلاين ليرنينج، وده بيتم في 5 خطوات للتبسيط. بعد ما الموديل بيبقى جاهز وخلاص بنرفعه على السيرفر فبيبقى جاهز للاستخدام على طول، واحنا محتاجين ان هو يواصل برضه عمليه التعلم. فبنعمل ايه؟ اول حاجه اسمها الفيدباك ميكانيزم. الفيدباك ميكانيزم ده بيشتغل ازاي؟ الموديل خلاص بقى شغال، نديله فيدباك عن البريدكشنز اللي عملها، هل هي كانت كويسه ولا لا. عملت الموديل مثلا يحاول يحدد لي الاشخاص اللي في الفيديو، فانا براجع النتائج بتاعه الموديل، هل هي فعلا كانت كويسه ولا لا، وبديله فيدباك. نتائجك كانت حلوه؟ لا، نتائجك كانت مش حلوه. تاني حاجه هي الداتا كولكشن. الفيدباك مع اي داتا تانية نقدر نجمعها بنديها للموديل علشان الخطوه الثالثه. الفيدباك والداتا اللي جمعناها بنبدا نديها للموديل علشان نعمل له فاين تيوننج او نعيد تدريبه او نعيد تعليم الموديل ده بحيث ان هو يبقى قادر بشكل احسن ان هو يبريدكت او يديتكت يعني الاشخاص اللي موجودين في الفيديوز او في الصور. اخر حاجه بنعملها هي الديبلويمنت اوف الابديتد موديل. بعد كده بنحذف الموديل القديم ونبدا نستخدم الفيرجن الجديده من الموديل اللي بقت الاكيورسي بتاعته احسن. نرجع تاني لموضوعنا مع سلاح تاني بيشتغل بنفس الآلية. فاكر الدرون الجميله اللي بنستخدمها في تصوير لقطات جميله زي دي؟ تم استخدامها في طياره تانية ذاتيه القياده بس بصاروخ، وبتقدر تحدد مكان الاشخاص بالظبط وتنفجر فيه. عربيه تسلا ذاتيه القياده اللي اكيد نفسك في واحده منها، تعال نشوفها على شكل دبابه اسمها T14. الاسلحه دي كفيله تغير شكل الحروب اللي جايه. لو لسه مش قلقان تعال نشوف فيديو اللي عمله عشان يقلقك فعلا. في الفيديو زي ما انت شايف ممكن من خلال الدرون الصغيره دي انك تستهدف اي حد وهي تروح لعنده تنفجر في راسه بالشكل الفظيع ده. وهنا الاسلحه دي صنعها اسهل وارخص، ممكن تستخدم 1 أو 10 أو 100 أو مليون. احنا هنا بنتكلم على اننا نكسب كل حاجه باي طريقه وباقل خسائر. فبدل ما هبعت لك 100 جندي هبعت لك 100 درون، وهم هيتعاملوا. لو فاكر ان ده مجرد فيديو عشان يخوف الناس من خطوره الاوتونوموس ويبنز، احب اقول لك ان الفيديو ده بقاله اكتر من 5 سنين، وفعلا في دول كتير بيستخدموا الدرونز دي في جيوشهم. الفيديو ده من الجيش الهندي، وكمان الفيديو ده من طياره تابعه للجيش الامريكي، وزي ما انت شايف كده بيخرج منها عشرات الدرونز. وده كمان فيديو تاني عن مناوره بين طيار حقيقي وطياره اللي بيسوقها مين بقى؟ ايوه زي ما انت توقعت كده بالظبط. عايز اقول لك ان المناوره دي نجحت، بس الجيش ما قالش ايه اللي حصل للطيار ده، غير تجارب تانية كانت بتظهر فيها الطيارات بدون طيار اطلاقا. مش هينفع نتجاهل اللي بيحصل في غزه، وان الجيش الاسرائيلي هو اللي فعلا بيستخدم كل التكنولوجيز اللي احنا شفناها في الفيديو اللي عند دلوقتي على اخواننا الفلسطينيين.
ستارت ابس تم تمويلها بملايين الدولارات بس عشان تطلع الأسلحة دي ويتم اختبارها وتجربتها على الفلسطينيين. الفترة اللي فاتت هتلاحظ ان كان في فيديوهات لطيارات بترمي زي منشورات على الفلسطينيين علشان يخلوا المنطقة اللي هم فيها ويروحوا منطقة تانية. المنشورات بقى او الاماكن اللي تم اخلاءها دي، مين اللي كان بيقترح اصلا ان الفلسطينيين لازم يمشوا منها؟ AI موديل، والموديل ده اسمه لافندر. You may have seen recent articles of the military artificial intelligence selection systems that Israel is using to annihilate the people of Gaza. One is called the Gospel and another is called the Lavender. حدد الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين كمشتبه فيهم باستخدام AI Targeting System مع القليل من الإشراف البشري زي ما وضح موقع Plus 972. رسميا تم تصميم السيستم ده علشان يحدد الأماكن اللي كان المفروض يبقى فيها الجيش بتاع حماس، اللي سجل ما يصل ل 37,000 من المشتبه فيهم وبيوتهم كمان لشن غارات جوية محتملة. خلال المراحل الأولى من الحرب الجيش ادى الموافقة للجنود ان هم يعتمدوا بشكل كامل على لافندر وعلى النتائج اللي بيطلعوها لهم بدون الحاجة للتأكد من صحة النتائج دي او حتى فحص البيانات الاستخباراتية اللي الموديل اعتمد عليها علشان يبدأ يطلع البريدكشنز او النتائج دي اصلا. الحقيقة ان دي كارثة. يعني ايه تقدر تعتمد على موديل في حاجة زي كده؟ ازاي تقدر تعتمد على موديل ان هو يقتل انسان تاني اصلا، لو كمان بدون ما تراجع حتى قراراته هل هي صح ولا غلط؟ الحقيقه هو السؤال برضو غلط. يعني هو الموديل اصلا معمول علشان قتل الناس، فعادي يعني كان من غير الموديل برضو الناس دي كانت هتتقتل عادي جدا. فما تركزش بقى في نتائج الموديل، ما هو يا اما اللي عملوا الموديل ده هم ناس فاشله لان هو ما قتلش بس جنود المقاومه وقتل ناس ما لهاش اي ذنب في الموضوع، يا اما اسرائيل مش مهتم لان هم قالوا للعساكر ان هم ما يركزوش عادي مع نتائج الموديل ده. وللاسف هم مش فشله، هم بس مش مهتمين. عشان كده اسرائيل قالت للجنود ان هم عادي ما يركزوش مع النتائج اللي بتطلع من الموديل. اسرائيل ما يهمهاش غير القتل، سواء بقى الصاروخ اللي هيقع ده هيقع على حد فعلا من حماس ولا مع ممكن يكون مثلا في ستات في البيت، اطفال، ناس ما لهاش اي ذنب، عادي هم فعلا مش مهتمين. عايز اقول لك ان هم كانوا بيخصصوا بس 20 ثانيه علشان يتاكدوا هل البريدكشنز اللي طلعت من الموديل دي كانت رجاله ولا ستات. ليه؟ لان هم بقول لك غريبه طبعا ان الموديل يطلع ان الست دي تبع حماس، فبالتالي لو الموديل قال ان المشتبه فيه كان ست يبقى الموديل ده غلطان. وعلى حسب كلامهم الموديل ده كانت الاكيوريسي بتاعته 90%. يا سلام 90%! الفكره ان اصلا لو الموديل ده دقته 95% فللاسف انت ما تقدرش او ما ينفعش ان انت تستخدمه في حاجه زي كده. تخيل احنا لما بنبقى شغالين على هيلث كير بروبلم مثلا، عايزين نعمل موديل يقول لك او يطمنك مثلا اذا كنت انت بتعاني من مشكله صحيه ولا لا قبل ما تروح للدكتور. لو عاملين موديل الاكيوريسي بتاعته 98% عمرنا ما هنلغي دور الدكتور، بل بالعكس احنا كل هدفنا ان احنا نطمنك الاول هل انت تعبان ولا لا قبل ما تبدا تروح للدكتور. فتخيل بقى دلوقتي دول عاملين موديل الاكيوريسي بتاعته 95% او 90% زي ما هم بيقولوا، وبيستخدموه عادي علشان ان هم يقتلوا الناس حتى من غير ما يراجعوا دقه البريدكشنز اللي طلعت من الموديل ده. دلوقتي الموديل الاكيوريسي بتاعته 90%، فانت دلوقتي عندك 10% نسبه خطا. 10% دول ممكن يبقوا 1000، ممكن يبقوا 2000، ممكن يبقوا مليون على حسب عدد الناس اللي موجودين في غزه. فموديل باكيوريسي 90% للاسف ده موديل سيء جدا. فما بالك دول عاملين موديل علشان يحدد لهم مين اللي المفروض يقتلوه، سواء بقى هو كان من المقاومه او مش من المقاومه فعلا. طيب تمام، بعد ما كنتوا بتحددوا المشتبه فيه كنتوا بتقتلوه ازاي بقى؟ اسمع بقى الهبل. المصادر اكدت ان هم كانوا بيقتلوا الناس دي بالليل وهم في بيوتهم. يعني تخيل عادي يكون في بيته بالليل، في ستات في البيت، في اطفال في البيت، مفيش اي مشكله في كده. انا بس مش فاهم هم ليه كانوا بياخدوا 20 ثانيه اصلا علشان يفكروا او يراجعوا نتائج الموديل. يعني انت كنت تاخد 20 ثانيه عشان تشوف البريدكشنز اللي طلعت هي الرجاله ولا الستات، ولو لستات خلاص تقول ان البريدكشن ده مش صحيح، مع ان انت برضو بتقتل المشتبه فيهم بالليل والستات موجودين في البيت واطفالهم موجودين في البيت عادي جدا. يعني برضو بيكون في مدنيين في البيت، طب لازمتها ايه بقى؟ انت كده كده هتقتل كل اللي في البيت يا غبي. بس هو الفكره ان هم فعلا مش مهتمين. يعني عايز اقول لك ان الموديل كان بيدي سكور للاشخاص، هل هم من قيادات حماس ولا هم اشخاص عاديين او جنود عاديين
في حماس. لو شخص من قيادات حماس او شخص مهم، فكان بيبقى مسموح ان احنا نقتل 100 مدني عشان بس نوصل للشخص ده. يعني عادي ممكن نرمي صاروخ كده على الشخص ده لو هو في وسط 100 مدني، بس المهم ان هم يموتوه. اما لو هو شخص عادي فكان مسموح ان انت تقتل من 15 ل 20 مدني عشان توصل برضو للشخص ده. في موديل تاني اسمه ذا جوسبل، وده الاختلاف الوحيد ما بينه وبين لافندر، ان لافندر كان بيحاول يحدد الاشخاص المشتبه فيهم، لكن الموديل ده بيحاول يحدد الاستراكشر او البيوت اللي الاشخاص دول كانوا بيبقوا ممكن يبقوا موجودين فيها. وهنا اسمع واحد يقول لي طب طالما معاهم ذكاء اصطناعي بالشكل ده، طالما معاهم موديل بيقدر يحدد الاشخاص دي وموديل تاني بيقدر يحدد الاماكن اللي ممكن يبقوا موجودين فيها، ليه بقى ما يبعتوش درون صغيره تروح تفجر الشخص ده وخلاص؟ يعني ليه يموتوا الناس دي كلها؟ او ليه مثلا ما يبعتوش صاروخ ذكي يروح يفجر الشخص ده وخلاص؟ الاجابه باختصار هم مش مهتمين. يعني هسيب لك في المصادر حاجات بتاكد ان هم كانوا بيستخدموا دمب بومبز، او يعني قنابل غبيه، ماشي، اللي هي القنابل الغير موجهه بقى، دي قنابل مش ذكيه. ليه؟ لان هي ارخص. هم شايفين انه عشان يبعت صاروخ ذكي عشان يقتل حد معين، لا ده هيكلفه فلوس اكتر، فعادي نرمي اي صاروخ عليهم، سواء بقى يفجر مدنيين يفجر حد من حماس مش هتفرق بقى، وبالنسبه لهم عادي بقى هد براحتك، ومين اللي هيدور وراه. الاول عايزك تعرف برضو ان كان في نظام تاني اسمه ويرز دادي او اين ابي. النظام ده كان كل هدفه ان هو يتتبع مسار الشخص المشتبه فيه. فتخيل دلوقتي انت عندك موديل يقدر يحدد الاشخاص، موديل تاني يحدد لك الاماكن اللي ممكن يبقوا موجودين فيها، وموديل تاني يحدد لك تحركاتهم او تتبعاتهم. الكلام ده للاسف يظهر ان اسرائيل قوية جدا، بس هل ده فعلا كان حقيقي؟ هل فعلا هم قتلوا كل الناس اللي كانت موجودة في حماس؟ الحقيقة ده ما حصلش. شفنا كلنا قد ايه هم قتلوا مدنيين واطفال ما لهمش اي ذنب. ما زلنا فعلا شايفين قد ايه كل المحاولات بتاعتهم فاشله، قد ايه هم قاصدين ان هم يقتلوا اطفال ويقتلوا مدنيين عادي جدا. تعالوا نشوف ازاي لافندر بيشتغل. اول حاجه تم تجميع بيانات عن كل اسره موجوده في غزه واللي عددهم اكتر من 2 مليون نسمه من خلال نظام مراقبه جماعي. ده كده الداتا اللي احنا جمعناها عشان ندرب عليها الموديل. ويبدا بقى الموديل يتعلم ان هو يصنف كل شخص هل هو تابع لحماس ولا لا، وبيدي لكل شخص سكور كانه بيعمل رانكينج كده للمشتبه فيهم، ونشوف مين فعلا الناس اللي احتماليه ان هم يكونوا تبع حماس يعني او لا. السكور ده كان بيبقى من 1 ل 100، طبعا كل ما السكور زاد كل ما كانت احتماليه ان الشخص ده يبقى تبع حماس كانت اكبر. طب ازاي الموديل بيتعلم من البيانات دي وبيقدر يحدد اذا كان فعلا الشخص ده من المقاومه او لا؟ الحقيقه انا مش معايا عينه من البيانات دي، لكن معايا سلايدز من محاضره قدمها قائد مركز علوم البيانات والذكاء الاصطناعي التابع لوحده جيش الدفاع الاسرائيلي 8002 في جامعه تل ابيب في عام 2023. تم الحصول عليها عن طريق بلس 972. كانت بتشرح ايه بقى السلايدز دي؟ كانت بتشرح ان الداتا فيها بيانات بعض الاشخاص مع الفيتشرز بقى اللي بتوصف كل شخص من الاشخاص دول، هل هو ولد ولا بنت، عمره قد ايه، وهكذا. والموديل بيبدا يتعلم من الفيتشرز دي هل الشخص ده ارهابي ولا لا. كأن بالظبط بعلمك تفرق بين شخص بالغ وطفل، فبقول لك الفيتشرز اللي بتظهر اذا كان الشخص ده فعليا شخص بالغ او لا الشخص ده كان طفل. كل واحد عنده مميزات مختلفه بتوضح فعلا اذا كان تبع اي كلاس من الكلاسز دول، وهنا دي بنسميها يعني الفيتشرز. نفس الشيء هم حددوا الخصائص او الفيتشرز اللي بتقول اذا كان الشخص ده تبع المقاومه او لا. الموديل بعد كده يبقى قادر ان هو يقول لك اذا كان الشخص ده تبع حماس ولا لا، وزي ما هم بيقولوا هم عملوا ده وحققوه باكيورسي توصل ل 90%. اشك والله. بعد كده الموديل بيعمل رانكينج للنتائج علشان يحددوا المشتبه فيه. انا شايف بصراحه ان هي رانكينج بروبلم ملهاش اي فايده، لان بعد كده كل الخطوات اللي جايه بتبقى في منتهى الغباء. يعني الفيديو لسه ما خلصش، لكن لازم اكلمك عن المصادر اللي فيها باقي القصه لو انت مهتم، واتمنى ان انت تكون مهتم فعلا. المقال اللي تحت الفيديو هيوضح لك التالي، هيقول لك وهيشرح لك ازاي كان في موديلز كانت بتتتبع المشتبه فيه زي اين ابي، وكمان بتقول ليهم اول ما يدخلوا بيوتهم. يعني دلوقتي كان في موديلز تتتبع حركه المشتبه فيه وبتقول له اول لما يدخل البيت، وكمان ازاي كان بيتم اختيار القنابل الغبيه دي لقصف بيوتهم، وانه كان بيحصل كتير جدا لما يقصفوا البيوت دي في العاده كان بيكون بالليل، وكمان انه اصلا المشتبه فيه ما كانش بيبقى اصلا في البيت. يعني تخيل ما عندهم موديلز تتتبع الشخص ده، اولا بتحدده، بعد كده تتتبع خط سير الشخص ده، وبعد كده تقول لك فين اماكن بيوته.
تخيل بقى ان مع كل التكنولوجي دي هم كانوا برضو اوقات كتير جدا بيفجروا بيت الشخص ده وهو اصلا مش موجود في البيت، لان الجيش المتخلف ما كانش بيتاكد من المعلومه دي في الوقت الحالي. اصلا ما كانوش بيتاكدوا ان الشخص ده كان موجود في البيت ولا لا، هم كانوا بياخدوا تنبؤات المودلز وبينفذوا بس. الحقيقه انا وظيفتي هي ان انا اي انجينير، فانا مش بحاول اقول لك ان الاي هو حاجه مش كويسه، ومش متخيل ان انا ان شاء الله ممكن اغير كاريري ده في يوم من الايام. بس الفكره كلها كان تخيل مثلا حد زمان كان بيقول لك ان النت حاجه وحشه، استخدامك للنت هو اللي ممكن يبقى مش كويس. فنفس الفكره برضو في الاي اي دلوقتي بيفيدنا في حاجات كتيره جدا، سواء بقى في المجالات الصحيه او اي حاجه ممكن تقوم تعملها حرفيا في يوم. بس الفكره كلها، الموضوع كله متوقف على الانسان يا صديقي، مش على التكنولوجي نفسها. ممكن حد يقول لي طب ما بدل ما نعمل الحروب بالشكل اللي احنا شايفينه ده، طب ما نخلي كل دولة عندها جيش من الروبوتات، والجيش بتاع الدولة اللي يكسب يبقى خلاص الدولة التانية تعلن استسلام. الدول ما بتستسلمش غير لو كانت الخسائر كبيرة جدا. فحتى لو الروبوتات بتاعتك كسبت، يا ترى ايه الخطوة اللي هتبقى بعد كده؟ اكيد الروبوتات بتاعتك هتبدأ تقتل في الشعب بتاع الدولة التانية عشان ترغمها ان هي فعلا تستسلم. هل عمرك سمعت عن دولة ممكن تستسلم عشان خسرت في ماتش كورة؟ أكيد لا. لأن الحقيقة المؤسفة إن الحروب مش هتنتهي إلا لو في ناس فعلا مات. ومن هنا للأسف أقدر أقول لك إن مفيش جانب جيد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب. الفيديو ده كان كل غرضه إن أنا أحاول اعرفك ايه اللي بيحصل لاخواتنا بالطريقه اللي انا بعرف فيها او الطريقه اللي انا بفهمها. كلنا عارفين دلوقتي ايه اللي بيحصل لاخواتنا، ايه المجازر اللي بتحصل هناك، وعارفين ان طبعا اسرائيل مش مهتمه بقى انها تقتل جماعه حماس بس. كنا بنشوف الاطفال اللي بيموتوا، الناس اللي بتتعذب، كلنا شايفين ده. انا بس عملت الفيديو عشان احاول اقول لك قد ايه الجيش ده بيستخدم الاي اي تكنولوجي بشكل بشع على اخواتنا، وبرضه عشان ما تنساش. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا